رسميا صندوق الاستثمار السعودي بيفاوض الأهلي على ضم أشرف داري، والأهلي بيمنح أحمد عبد القادر الضوء الأخضر لرحيله، وكريم الدبيس بيرفض كل العروض المحلية وقال لك أنا هكلم وكلائي يجيبولي عروض أجنبية. ورضا سليم بيقترب من عملاق المغرب. وعندك الأهلي رسميا بيعلن عن نجم جديد في القلعة الحمراء. حلقة جديدة مع العمدة، ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا دوس لايك، اشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رسميا الأهلي بيدي الضوء الأخضر لرحيل أحمد عبد القادر بشكل نهائي. أحمد عبد القادر اللي الزمالك وبيراميدز بيفاوضوه، ولكن الأهلي قفل عليهم الخط وقال لك لو عايز ترحل ارحل لسيراميكا، وسيراميكا متفق مع عبد القادر، ولكن كان الاختلاف على المقابل المادي. احمد عبد القادر كان عايز 25 مليون جنيه في الموسم، وسيراميكا حاطط لحد 18 مليون جنيه. احمد عبد القادر لاعب مش هنختلف عنه، لاعب موهوب جدا، ولكنه ما خدش فرصته كاملة في الاهلي، وفي نفس الوقت المهارة الزايدة او اللعب السلبي اللي بيعمله مش بيفيد بيه الفريق بشكل كامل. احمد عبد القادر لعيب موهوب، ولكن نختلف معاه في حتة الزيادة والافوارة اللي بيعملها. خلينا نقول ان احمد عبد القادر لما بيخرج بعيد عن الاهلي بيلعب ماتشات او بيلعب بطريقة مميزة. في لعيبة كده، في لعيبة ما بتحبش اهلي وزمالك، ما بتستحملش الضغوطات، لعيبه بتحب تلعب بالمزاج. احمد عبد القادر واحد منهم. فخلينا نشوف ان الاهلي قفل عليهم على الزمالك وعلى بيراميدز الطريق بالبند اللي حطه في عقد احمد عبد القادر. قال لك لو احمد عبد القادر جاله عرض او سيراميكا عايز يبيعه، يبقى الاولويه للاهلي بدفع مبلغ معين، والاهلي ليه الاولويه. فده بند قفل على الزمالك وبيراميدز كل حاجه. طيب مين تاني قلنا هنتكلم عنه؟ قلنا أشرف داري. دخل صندوق الاستثمار السعودي في مفاوضات مع النادي الأهلي لضم أشرف داري لأحد أندية الدوري السعودي. فأشرف داري مدافع مميز، ولكنه الموسم اللي فات ما كانش أفضل حاجة مع النادي الأهلي. فأنت رأيك إن الصفقة تروح ويتكل على الله ونشوف مكانه مدافع أجنبي؟ بس ما اظنش ان الاهلي هيجيب مكانه مدافع اجنبي لو مشي، لان الاهلي ضم صفقة مميزة حاليا. فخلينا نشوف صفقة اشرف داري هتتم ولا مش هتتم، وانت قول لي رأيك، عايزها تتم ولا لا؟ كريم الدبيس جاي له عروض من الدوري المحلي، ولكن هو رفض كل العروض وقال لك انا مش هلعب في الدوري المحلي، انا عايز احترف. فكلم وكلاءه يجيبوا له عروض احتراف. فخلينا نشوف الايام اللي جايه هتصفر عن ايه مع كريم الدبيس. هل هيكمل مع الفرقه، ولا هيرحل للاحتراف، ولا هيخضع ويروح اعاره في الدوري المحلي؟ خلينا نشوف صفقه كريم الدبيس هيحصل فيها ايه. واخيرا وليس اخرا، صفقه الاهلي بيعلن بشكل رسمي عن ضم ياسين مرعي نجم دفاع فاركو. ياسين مرعي نجم من نجوم الدفاع في الموسم ده. ياسين مرعي قدم موسم مميز جدا، وكان داخل فيه اهلي زمالك، وبرضه تقريبا كان بيراميدز بينقش في الصفقة. ولكن احب اقول لك ان الاهلي انهى اتفاقه مع اللاعب ومع فاركو، واللاعب مضى 5 سنين. ولكن احب اقول لك ان ياسين مرعي من ناشئين الزمالك، ولعب فريق اول قبل ما ينضم لفاركو. والصفحة الرسمية لنادي فاركو نزلت له شكر وقالت له نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، إشارة منها إن اللاعب عقده خلص مع النادي وتمت الصفقة للنادي الأهلي. فأحب أقول لك إن الزمالك هياخد 15% من قيمة الصفقة. أيوة زي ما بقول لك كده، الزمالك هياخد 15% من نادي فاركو قيمة انتقال ياسين مرعي للنادي الأهلي. فكده ياسين مرعي ينضم جنب اخواته الزملكاويه او اللي لعبوا في الزمالك وجم الاهلي، زي مين؟ عمر كمال عبد الواحد، زيزو، امام عاشور، احمد رضا، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي،
مين تاني والله ما فاكر من كترهم. وربنا يستر على مصطفى محمد. الوداد بيقترب من ضم رضا سليم. رضا سليم احنا عارفينه انه مش مقيد في القايمة وكان مصاب، فالوداد بيجهز عرض لرضا سليم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وهيضم رضا سليم. ورضا سليم حاليا بيفكر في العرض وبيفكر يرجع المغرب تاني، لأنه كان متألق جدا في الدوري المغربي. جه الأهلي ما قدمش أحسن تجاربه، ولكن هيخرج على سبيل الإعارة بنسبة كبيرة مع حقية الشراء، ولكن بنسبة كبيرة على سبيل الإعارة. فرضا سليم لعيب ونجم ومتألق، ولكن تجربته مع الأهلي ما كانتش ناجحة بشكل كافي يثبت نفسه في التشكيلة الأساسية. فرضا سليم انت شايف الأهلي خسروا ولا ما خسروش؟ وهل تجربته مع الوداد هتنجح ولا لا؟ قول لي رأيك في الكومنتات. وأخيرا الأهلي بينهي كافة إجراءات اللاعب المغربي يحيى عطية الله المالية، بيديله كل حقوقه المالية وبيخلص معاه كل حاجة بالتراضي بعد نهاية إعارته. الأهلي مش هيفعل بند الشراء، فيحيى عطية الله رحلته مع الأهلي انتهت. أحب أقول لك إن من الآخر العمدة بيقدم محتوى فاخر.